السلام الله عليكم إخواني أخواتي. عاد اسم الستريمر إلياس المالكي ليطفو على واجهة الأحداث القضائية بعدما بادر نادي الرجاء الرياضي إلى رفع شكاية جديدة ضده لتضاف إلى سلسلة الملفات التي يتابع فيها خلال الفترة الأخيرة. وتأتي هذه الخطوات في وقت يقضي فيه المعني بالأمر فترة اعتقال على خلفية متابعات سابقة مرتبطة بتهم التشهير التي حركها عدد من ممتهني سيارات الأجرة، ما يجعل الوضع القانوني للمالكي أكثر تعقيدا بالتزامن مع اتساع دائرة المطالب بمحاسبته. وتفيد المعطيات المتداولة على خلفية المستجد الجديد أن النادي الأخضر وضع شكاية أمام النيابة العامة تتضمن اتهامات ثقيلة تتعلق بسلوكيات اعتبرها مسؤول الفريق مسيئة خلال المباريات، من بينها أفعال مرتبطة بالتحرش والعنف في محيط الملاعب، إضافة إلى عبارات مهينة وادعاءات تم وصفها بالمضللة. وأكد بوشعيب الصوفي محامي المتهم في قضية خلية زيرو تفاهة في تصريحات صحفية أن هذه الخطوة تأتي في سياق رغبة النادي في توثيق الانتهاكات التي يرى أنها طالت صورته وسمعته، خاصة مع تزايد الانتقادات التي استهدفت عددا من الأندية والمهنيين عبر محتويات بثت في منصات التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الماضية. ويعتبر رجاء أن تسجيل هذه المعطيات ضمن ملف قانوني يتيح له الدفاع عن مصالحه وضمان حماية المنتسبين إليه من أي إساءة تمس محيطه الرياضي أو الجماهيري. والسلام عليكم إخواني أخواتي، نوافيكم بكل التفاصيل الجديدة إن شاء الله.